السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا فيكم من جديد في نهاية سنة 2024. يا ترى سنة 24 كانت بالنسبة لنا ايه؟ كانت حلوة ولا صعبة؟ مش عايزة اقول وحشة لانه مفيش سنة وحشة او مفيش سنة كاملة 100% وحشة. في السنة بتعدي حاجات كتيرة قوي بتخلينا نتقلب ما بين الحلو والوحش، السعادة والحزن، الشدة والرخاء، القرب والبعد، حاجات كتيرة جدا جدا جدا. قد نكون دلوقتي في شهر 12 بنفكر في أول السنة هو إيه اللي حصل. أول السنة شهر 1 كان فيه إيه، و2 فيه إيه، و3 فيه إيه. لما نركز ونراجع حساباتنا علشان نعرف هو إيه اللي حصل، هنكتشف إن في حاجات كتير إحنا نسيناها، وحاجات كتيرة ما كناش نتوقع إننا نتخطاها ونعدي، وحاجات كتيرة اتعلمناها وأثرت فينا كانت متراكمة من سنين فاتت، بس السنة دي بدأت إن هي تتفك أو تتصلح. في حاجات كتيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى مع الوقت بيفهمك الحكمة منها، وحاجات كتيرة كنت فاكر إن هي عمرها ما هتتحل وإنت خلاص بذلت فيها كل المجهود اللي ممكن تعمله، للأسف إنت خلاص مبقاش عندك أي حاجة تعملها تاني، فبتسلم الأمور لله. ولما تسلمها تكتشف إن هي اتحلت بطريقة غير متوقعة بالمرة، حرفيا غير متوقعة بالمرة. سبحان الله، بجد سبحان الله. بعد ما تتحل المشكلة بتاعتك بعد محاولات كتيرة 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 واستسلام في الآخر لقضاء الله سبحانه وتعالى والقدرته على حلها إذا كان فيها الخير، بتكتشف إنها اتحلت ورادت قلبك بأكتر مما كنت تتخيل. انت كنت فاكر ان الموضوع خلاص كده اتقفل، انت كنت فاكر ان الموضوع ده خلاص يعني مفهوش امل، كنت فاكر انك هتكمل حياتك كده، بس تكتشف انه ما يمكن الخير اللي انت اتعلمته من كل ده او الحكمة انك تسيب الامور لله. انت ممكن تكون مخطط للحاجة بطريقة معينة، بتيجي بطريقة معينة، لازم يحصل 1 2 3، لازم ابذل مجهود معين عشان احصل على هذه الاشياء. وللأسف بتكتشف ان كل المجهود اللي انت عملته، لازم تكون فاهم ايها الانسان انه المجهود ده مش هو اللي هيجيب لك الحاجة اللي انت عايزها. مهما جريت في الدنيا وبذلت وسعيت، انت مش مطالب غير بالسعي، ولكن في الاخر السعي لا يعني حتمية الوصول. السعي هو اخذ بالاسباب، اما الوصول والنتيجة فهي على الله سبحانه وتعالى. هو اللي عارف ميعادها المناسب بالنسبة لك، هو اللي عارف هتيجي بأنهي طريقة، هو اللي عارف انت ناقصك ايه. قبل ما تجيلك الحاجة دي لازم تعرف تتعامل مع الحاجة اللي ناقصاك، لازم تصلحها جواك، لازم تدرك بعض المعاني التي تساعد على تحمل هذا الشيء اللي انت بتدعي ربنا بيه. ما هو الشيء اللي انت بتدعي ربنا بيه ده، ما هو مش هيجي كده، مش هيجي كده من غير مسؤوليات، من غير قدر من التحمل. لانك انت ممكن تكون بتتمنى الشيء المعين بس انت مش شايف كل جوانبه، لانك لسه ما حضرتش فيه، يعني لسه ما عشتهوش عشان تعرف كل جوانبه. بس تأكد زي ما انت شايف الجانب الإيجابي منه، فهو أكيد في جانب مظلم وجانب سلبي انت مش شايفه دلوقتي لأنك انت لسه ما تحطتش في الموقف. فالله سبحانه وتعالى أعلم بيك منك وعارف ايه الأحسن ليك في أنهي وقت، وقد يكون بيجهزك لاستقبال هذا الشيء، قد يكون بيجهز لك حاجة أحسن من اللي في خيالك أصلا. فسبحان الله، الحمد لله على كل شيء حصل وهيحصل. في حاجة تانية حابة أشاركها معاكم. اتكلمت قبل كده في حلقة مشاكل الأهل عن موضوع إنه إزاي تسامح، وإزاي إنك أنت تحاول مع الناس اللي أنت بتحبهم، وإزاي تكون عندك قلب نظيف ونقي من جوه. قد يكون الكلام طبعا هو يشمل حاجات كتير، يشمل علاقات، يشمل أهل، يشمل إخوات، يشمل أصحاب، يشمل علاقات عموما بشكل عام، مش حاجة معينة. ولكن لما سمعت الحلقة دي مرة تانية اكتشفت ان فيها جانب انا للأسف ما اتكلمتش عنه او ما وضحتوش في الحلقة دي. الجانب ده ليه علاقة
بإن هل أنا لو أنا رحت وتصالحت مع الشخص اللي المفروض أتصالح معاه وصفيت اللي بينا، هل هذا يعني إننا نرجع زي الأول تاني ولا لأ؟ هل شرط تصالحي مع شخص معناه إننا نرجع سمنة على العسل ولا مش لازم نرجع سمنة على العسل؟ وهل لو ما رجعناش سمنة على العسل هل ده معناه إن إحنا لسه شايلين ولا لأ؟ إجابة السؤال ده هتبقى جوه كل حد فيكم، جوه كل حد بيسمعني دلوقتي في شخص معين في باله، قد يكون زي ما قلنا صديق، قريب، حبيب، أي حد في الدنيا عنده مشكلة معاه ونفسه إن هو يرجع تاني مع الشخص ده زي الأول. فإجابة الأسئلة دي مدى قرب الشخص منك هيحدد إذا ممكن ترجعوا تاني ولا لأ. في ناس أو في علاقات في حياتنا إحنا مجبرين يبقوا في حياتنا، زي الأهل، زي الصحاب، أو يعني زي الناس المقربين اللي إحنا خلاص كوننا معاهم رابطة طول حياتنا ما نقدرش إن إحنا نستغنى عنهم. الأم والأب والإخوات، الأهل، الأعمام، الأهل عموما بشكل عام هما في الآخر صلة الرحم، وإحنا مطالبين إننا نصل أرحامنا. أما بالنسبة للأصدقاء ففي أصدقاء أنت عشرة عمر فعلا وأنت عارف الشخص ده من كل جوانبه، ويمكن الوجع اللي ما بينك وما بينه كان على قد الغلاوة، فهنا أنت تقدر تحدد هل ممكن نرجع ولا لأ. هل هو ليه حق عندي أقدر أرجعهوله أو أراضيه أو أحاول بطرق معينة بحيث إن احنا نرجع زي الأول. هنا هيكون القرار ليك، وعلى مدى قوة العلاقة وعلى مدى الخطأ اللي كان ما بينكم أو الزعل اللي كان ما بينكم هو اللي هيحدد. وساعات الوقت في الوقت ده هو اللي بيخلي الزعل يروح مع الوقت، فالحل ممكن يكون الوقت أو المسافة ما بين الزعل والصلح، بس في الآخر كون متأكد إن إن شاء الله ممكن تتصلح. طيب النوع الآخر من العلاقات وهي علاقة ممكن نقول الحب أو ممكن نقول الارتباط بشكل عام. ممكن تكون خطوبة، ممكن تكون زواج، ممكن تكون علاقة ما كملتش، أيا كان. هل شرط ان العلاقة دي ترجع زي الأول ولا لأ؟ من وجهة نظري الشخصية ممكن تختلف معايا أو تتفق فيها، هي ده بتختلف طبعا، طبيعة العلاقة، مدتها، هل الشخص يستاهل ولا ما يستاهلش. بس هل لازم نرجع؟ لأ، مش لازم نرجع، لأن حجم الخطأ بيكون النتيجة بتاعته البعد المؤقت أو الدائم. حجم القرب ما بينك وما بين الشخص هو اللي بيحدد إذا كنت هتديله فرصة تانية ولا لأ. حجم التغير اللي ممكن يكون الشخص تغيره مع الوقت هو اللي بيحدد إذا كنت أنت وهو هترجعوا تبدأوا صفحة جديدة مع بعض ولا لأ. لأن وارد الوقت اللي ما بينكم الفراق أو البعد قد يكون صلح حاجات كتير أنت ما كنتش تعرفها، أو قد يكون حسسه بقيمتك، أو قد يكون خلاك أفضل وخلاك شخص جديد فعلا، وقد يكون الشخص زي ما هو، وقد يكون مش مدرك حجم الخطأ اللي أخطأه، وقد يكون مش عارف مدى الأذى اللي انت اتأذيته منه. ففي الوقت ده انت اللي هتحدد برضو إذا كنت هترجع معاه زي الأول، وإذا كان الشخص فعلا يستحق هذه الفرصة ولا لأ. وهنا مفيش حد يقدر يجبرك أبدا إنك ترجع زي الأول، وحتى لو رجعتوا تصفيتوا فانتوا تصفيتوا علشان محدش فيكم يبقى شايل من التاني، وعشان كل واحد يعرف يعيش حياته وهو حاسس إنه مفيش حمل عليه. لا هو عنده حمل إنه زعل حد فحاسس بالذنب مثلا، أو عايش طول حياته بهذا الشعور من التقل يعني أو الحمل، ولا أنت تكون شايل إنك زعلان من حد أو كذا. فأنت خلاص المسافة عملت هذا الهيلينج أو الشفاء، والرجوع المؤقت ده رجع علشان تتصافوا وتصلحوا بس الحاجات الرواسب الأخيرة، وخلاص كل واحد يروح لحاله. فأنت اللي تقدر تحدد ده، وطبيعة الشخص اللي قدامك هي اللي هتحكم إذا كان يستاهل ولا لأ. وهنا قد يكون إجابة على سؤال هل ممكن نرجع ولا لأ. فهسيب لكم انتوا الإجابة، قد تجاوبها مع نفسك دلوقتي وانت سامعني، أو تكتبها في الكومنت لو حابين تشاركوني بيها. في كل الحالات أنا بشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى تكون حلقة النهاردة حلقة ملهمة أو مفيدة بشكل أو بآخر، وإن شاء الله السنة الجديدة تكون جايبة معاها بدايات جديدة
حلوة في حياتنا كلها، ويتحول حالنا لأفضل حال، ويبقى فعلا الفرج الحقيقي في كل جوانب حياتنا موجود في سنة 25. بشكركم واشوفكم الفيديو الجاي على خير. دمتم سالمين وإلى اللقاء.